المباراه النهائيه امام المغرب، ولكن هينضم لينا بقى واحده من لاعبات منتخب مصر والنادي الاهلي، واحده من نجوم كره السله يعني في السنوات الماضيه، وهي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، كابتن رحاب الغنام. برحب بحضرتك كابتن رحاب، واقول لحضرتك يعني منورانا على قناه النيل الرياضه في البدايه، وبرحب بحضرتك. بنوركم، متشرفه جدا وسعيده بوجودي معاكم. راي حضرتك بقى تقييم فني بعيدا عن اي حاجه عن البطوله، خاصه اللي احنا شفنا كام مباراه بعد ما كان الاداء ماشي بشكل يعني نقول نمطي شويه، او شكل اللي هو ادوار تمهيديه، وانا عارف سكتي ازاي في الادوار الاقصائيه. كان الشكل النهارده شفنا مباراه جيده جدا، مباراه اولى بين المغرب والجزائر، وايضا مباراه المغرب مع ناشئات مصر كانت مباراه جيده جدا. اولا طبعا البطوله دي ما اتعملتش من 2017. يعني طبعا مش كل الدول شاركت، ودي حاجه يعني احنا حتى النهارده كان عندنا اجتماع في مجلس اداره الاتحاد العربي بنناشد الاعضاء ان هو يشجعوا الدول ان هي تشارك، لان طبعا يعني المفروض البطوله تبقى اكتر من كده. لكن فنيا بص يعني منتخب طبعا 19 انا بحب اشيد بيه منتخب مصر، ده كان داخل اعداد للبطوله دي، استعداد لكاس العالم. منتخب مصر برضو عندنا بطوله افريقيه. المفروض اتفاجئت بمستوى المغرب، لان احنا على ايامنا كانت تونس والجزائر وبعدين المغرب. اتفاجئت الحقيقه بمستواهم، والحقيقه حاجه يعني انا فرحانه جدا، لان انا اربع لاعبات مستواهم يعني زهره وايمان وصابرين ومش عارف مين اللي هم 20 يعني 26 و41 و46 بالظبط. فالحقيقه يعني انا بحييهم، فريق يعني الحقيقه هايل. اتمنى ان انا اشوف يعني منافسه، الفريق اللي هيطلع مع منتخب مصر في النهائي او منتخب المغرب طلع، اتمنى النهارده اشوف مباراه كويسه باذن الله، منتخب الكويت ومنتخب مصر، وان شاء الله اتمنى ان انا اشوف فرق يعني تشارك. منتخب لبنان المفروض يشارك، يعني النادي اللي هو رئيس نادي بيروت دلوقتي، وهو يعني نائب رئيس الاتحاد لغرب اسيا، بيقول لي المشكله اللي احنا كان عندنا بطوله قويه جدا ولسه جايين، احنا كنا عايزين نشارك ونبقى موجودين ولكن ما لحقناش، عندنا بطوله في غرب اسيا اللي هي كانت بطوله قويه قبل ايام من هذه البطوله. احنا برضو يعني الدول العربيه بتواجه شويه. النهارده كنا بالصدفه بنناقش حاجات زي كده، النواحي الماليه يعني رئيس الاتحاد العربي يعني قال لي كده السيد اسماعيل الكركاوي، قال لي هي مشكله ماليه بتواجهنا كبيره جدا. فدي احنا بنحاول النهارده كنا بنناقشها عن طريق ان احنا ممكن نقلل الاشتراكات، نحاول يبقى في يعني بيننا احنا نحاول ان احنا نتصرف مرونه في التعامل، مرونه في مواضيع الاقامه، ان احنا بنتنازل عن شويه حاجات في سبيل ان كل الفرق تشارك. اتمنى والله يعني عشان احنا في الاخر مستفيدين، ونحط الحاجات دي على اجنده الاتحاد الدولي، ودي من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنسعى ليها برضو، ان احنا يبقى في كونتاكت مع الاتحاد الدولي، ان الاتحاد العربي يعني ما يحطش مثلا بطولات اللي بتحصل انت تبقى في تناصر. بالظبط كده. انا بقى عايز حضرتك، ويعني مبسوط ان انت معايا في حاجه، جزئيه 3x3 او ستريت بول او كره الشوارع اللي هي اصل الباسكت في العالم، وقالوا ان انت مسؤوله عن الملف ده في مصر، وانا كنت بقول رساله ازاي نقدر ننشر الباسكت، ازاي يبقى الباسكت موجود في كل حته، خاصه اللي هي لعبه بره بتتلعب، بتبقى لعبه شعبيه وممتعه. 3x3 امتع، اي حد مارس باسكت النص ملعب امتع من الملعب 5x5. طيب 3x3 او هي خليني اقول اسمها 3x3 خلاص، على دي اتلغت دلوقتي، فبقت 3x3 خلاص. كره الشوارع يعني بره في امريكا ستريت بول حسنوها شويه. البطوله اللي كانت عند زمان في الاستاد وكانوا يعملوا احسن دنك واحسن رمي ثلاثيه. بالظبط. هي احنا الحمد لله ابتدينا نهتم بيها، والحمد لله لقت صدى كبير، الناس حبتها، ابتدى الاتحاد المصري يهتم بيها كمنتخبات. النهارده الحمد لله احنا في دوري الامم، دي بطولات في يعني خلينا نقول برضو ان 3x3 فيها بطولات منتخبات يعني عادي افريقيه وعرب يعني كده، وفي بطولات تانية زي خلينا اقول مثلا بس برضو هو اشراف الاتحاد. خلينا نقول زي اللي انا عايز اقولها بالظبط، يعني مثلا زي خلينا نبسطها للناس، نقول ان هي مثلا التنس، في اولمبياد للتنس وفي كاس عالم وفي، لكن في الويمبلدون وفي رولان جاروس والحاجات دي، هي بالظبط كده. فاحنا ماشيين في السكتين الحمد لله. النهارده الحمد لله اتأهلنا لنهائيات الدوري العالمي، البطوله لسه خلصانه من نص ساعه، الولاد والبنات تحت 23 سنه، دي برضو كانت حاجه كويسه جدا. بنحاول ان احنا عندنا تصفيات اولمبيه، طبعا احنا هي بقت لعبه اولمبيه،
فاحنا بقى مهتمين بيها على نفس الليفل. عندنا بطولة أفريقية في مصر بإذن الله في 27/11 ل 4/12 بإذن الله، برضو رجال وسيدات وتحت 18 سنة أولاد وبنات. فاحنا الحقيقة مهتمين بالملف ده على جميع الأصعدة. فيعني أنا بتمنى إن شاء الله يعني نقدر إن احنا بطولة مناطق، يعني ادخل لا ان احنا ندخل الانديه نلاقي في بطوله مصغره معموله والجذب، لا انا قصدي مش بالتنظيم بتاع اللي هو العدد الكبير زي ما بيبقى موجود في امريكا، اللي انت تتفرجي تلاقي على الجروبات بتاعتهم يعني فيديوهات عامله 20 مليون ما اعرفش مشاهده، والناس بتلعب في الشارع وبيلعبوا في بورد في جوه جنب بنزينه جنب حاجه، فبيبقى شكل احنا قطعنا شوط كبير قوي فيها على مستوى حتى حكامنا الدوليين. بقى عندنا دلوقتي 6 دوليين او 5 دوليين. بطولاتنا الحمد لله، او اي حتى برايفت بيحاول ان هو ينظم برضو. بقت في ناس كتير تشترك، بقى ليها قاعده وليها لعيبه بتحب تلعبها، حتى يعني ما تبقاش هي احسن لعيبه في 5 على 5 على فكره خالص. لعبه بقوانين بستايل ليها ناس وليها حد كده بيشتغل على الثلاثيه، واحد على الستري سكر، واحد بيبقى واقف بيشوط، في حد بتاع ثلاثيه، واحد قاعد تلاقيه بيعملش اي حاجه، تلاقيه جاي بيشوط بس بالظبط كده. فلا هي بقى ليها قاعده الحمد لله. واحنا دلوقتي عندنا دوري، يعني احنا من اهم الحاجات اللي الاتحاد المصري عملها ان احنا عندنا دوري تحت 16 و18 سنه اولاد وبنات، دوري وكمان خاطبنا وزاره الشباب والرياضه على اعتبار ان 3 على 3 لعبه منفصله عن 5